اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ صلوا على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. وهاتي كده 5 فصوص من التوم كبار وحطيهم في الهوم بتاعك. انا بقى هشتغل شغل يدوي بتاع زمان كده. وحطيهم في الهوم بتاعك وهاتي نزلي عليهم كده معلقتين من الملح ودقيهم وفرميهم كويس جدا. اللي حابب بقى يحط في مفرمه يحط، بس انا بصراحه بحب دق الهون جدا لانه بيفكرني كده بايام زمان، وبحس ان الاكل ريحته بترجع زي ايام زمان واحلى كمان. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. وهاتي بقى البولة بتاعتك كده وانزلي بالثوم بالملح اللي انتي دقيتيه في قلب البولة بتاعتنا. حلو قوي كده. تمام. هننزل عليهم ايه؟ هننزل عليهم ربع كوباية من الخل، ربع كوباية مش اكتر. هنا كمان هننزل بربع كوباية من المية مطرح ما دقينا كده التوم بتاعنا، وهنبتدي نقلب كل الخليط ده كده مع بعضه ونركنه على جنب. وتعالى اقول لكم بقى هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى كده حطينا في الصينيه دي 3 معالق من الدقيق، عليهم معلقه من النشا، هنزل عليهم برشه من الملح وشويه من الكركم، وهقلب كل الكلام ده كده مع بعض. هنا بقى كده كنت جايبه كيلو من السمك البلطي منضفاه لكن مش هحشيه، شايفين؟ متنضف لكن مش هنحشيه ولا اي حاجه خالص نهائيا. هنبتدي نبدره في الدقيق بتاعنا كويس جدا. انا بقى كده صلي على الحبيب وجبت الطاسه اللي انا مخصصاها للسمك عشان تبقوا عارفين، يعني محدش يقول ان هي قديمه ولا حاجه. حطيت فيها شويه من الزيت وهنزل بكيس من الفانيليا. فانيليا. اولا فانيليا ما بتخليش ريحه زفاره خالص ولا اكنك بتعملي سمك. تاني حاجه ملهاش علاقه بالسمك ولا بتغير من طعمه ولا من لونه. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين السمك بتاعي اتحمر، اللهم بارك. هجيب بقى الميه بالخل اللي انا كنت عاملاها والثوم والملح، وهطلع السمك وهحطه في قلب البوله كده. هو سمكيه سمكيه تتشرب من الخل والثوم علشان نعمل سمك بالخل والثوم يا جماعه، بيبقى روعه. هنا بقى ادي السمك بتاعنا، حاجه بسم الله ما شاء الله. هاخد بقى من الخل بقى والثوم كده وهرش على الوش. بجد من اجمل انواع السمك، يعني لما باجي اعمل سمك بلطي بالخل والثوم وبالصلصه بجد بيبقى حلو جدا جدا. اللي كان بقى زمان مامته او جدته كانت بتعمله كده زي يكتب لي في التعليقات وفي الكومنتات. وتصلوا على الحبيب وتحطوا اللايك بتاعي، ويا رب الطريقه والوصفه دي تكون عجبتكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.